لو انا كنت انا كسبت، بختلف معاك. لو انا كنت كسبت يا كابتن اسامه اه ماتش اليابان او كسبت ماتش ما نيوزيلندا، تقدرش انت تكسب. اكلمك في كوره يلا ولا قول. نتكلم لا يا سلام قول. اكلمك كوره. ما تقدرش تكسب اليابان بقدراتها وامكانياتها والحاله البدنيه والحاله الخططيه والادوات والمعدات وكل والشغل اللي اتعمل معاهم على مدار 3 سنين. لو اقول لك فتره اعداد اليابان. سلم عليا. هتسلم انا عليك. اشتريت اقسم بالله. طب ما لازم تشتري. طب دي حقيقه. انا اشتريت. ونفس طب نيوزيلندا، نفس القصه. طب انا اشتريت منك اليابان. ونفس القصه نيوزيلندا. بقول لك نفس اهو القصه. تخيل يا زميلي الكروي، ده كلام المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، العيال الصغيره اللي لسه طالعه، اللي المفروض تديهم فكر ايجابي ان هم يقدروا يكسبوا اي حد وان مفيش حد احسن منهم. ده كلامه على العلم. ما بالك بقى في اوضه اللبس كان بيقول لهم ايه؟ يا نهار اسود عليا يا جدعان. وانا بقول هو الكرة في مصر حصل لها ايه؟ هو مفيش لعيبة جامدة طالعة لمصر ليه؟ هم دولت اللي بيعينوهم يا جماعة. كابتن أسامة نبيه ما كانش نبيه في ولا كلمة قالها مع إبراهيم فايق.